ايه الفرق بين البوتومين والممبرين؟ الممبرين هو نفسه البوتومين. الفكره كلها ان الممبرين ده عباره عن بوتومين اصلا مجفف على هيئه لفاف او رولات بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وبيكون ليه مقاسات معينه وسمكات مختلفه. عرض اللفه الواحده بيكون 1 متر، وطول اللفه 10 متر، وتخانته بتبدا من 3 مللي لغايه 5 مللي. وكل ما استخدمت تخانه اعلى كل ما كفاءه العزل بقت احسن، ومقاومته للميه هتبقى افضل، وبالتالي العمر الافتراضي هيكون كبير. وزي ما في بوتومين عادي وبوتومين مؤكسد، في كمان ممبرين عادي وممبرين مسلح. والمسلح اللفه نفسها بتكون مدعمه بشبك فايبر عشان يبقى صعب يتقطع، وده طبعا بيكون احسن واغلى. هتجيبه من شركه انسومات او جاما. خلي بالك اللفه ما بتكونش رخيصه، فما تروحش ترميها في الموقع من غير ما تخزنها في مخزن او تحافظ عليها. هتتسرق. وزي ما اسلاك الكهرباء بتتسرق في الموقع، برضو العزله بيتسرق في الموقع. واي حاجه عليها العين وزنها قليل وسعرها غالي يفضل تشيلها في مخزن وتاخدها تشتغل بيها وقت ما تحتاج بس. ولو في غفير او حارس او امين مخازن يفضل تكون في عهدته وتطلع من المخزن باذن كتابي. المره الجايه هنتكلم عن طريقه العزل